علينا المرأة المغربية. شوف ديما تتبتكر شي لعيبات ما كاينين. تلاقيت مع فان. Welcome my friend to Nice. You are here for watching Morocco. Yeah, I'm here for the Olympics, my first ever Olympic game. Of course, we have to go and watch Morocco. Of course. We are happy to see you here. شكرا. البوست الجاي مورا هذا بوست غادي نلوحوه بالبال رحبوا لنا بين اخوتي. اوكي لهنا يخطي علينا المرأة المغربية. شوف ديما تتبتكر شي لعيبات ما كاينينش. المرأة قبيله جايبه لنا ساندويش الماء بالساندويشات ديال الفرماج لعيبات. شوفوا دابا لقينا هاد الفرفره هادي. شوف فرفره. الله الحياه وعم برد الدعوه اخويا. ويلي حاليا من امام ملعب نيس ساحة العراق والمغرب والمغربي. طبعا الجماهير المغربية كلها متواجدة مقابلها وجود عدد قليل من الجماهير العراقية ان شاء الله ينضمون. خروج لاعبين منتخب العراق.
Les deux équipes faites maintenant du bruit pour Friges, la mascotte des Jeux Olympiques de Paris 2024, présente ici à Nice. Ladies and gentlemen, have a round of applause for the official Paris 2024 Olympics mascot, Friges. Une victoire ce soir, supporters marocains, faites du bruit pour encourager votre équipe. Ladies and gentlemen, an information on Morocco. The team name is the Atlas Lions, but the Olympic team is known as the Lion Scouts. It's their first Olympic appearance since London of 2012. It had one win against Argentina and one defeat to the Ukraine. They're aiming to qualify for the knockout phase for the first time, and this is their 5th appearance. It's just the second time these two nations have faced off. Morocco won that clash 2-1. أول تعليق يفاجئ به هيرفي رونار المنتخب وأعضاء الشعب الجزائري بعد الأنباء التي جاءت بتوليه تدريب منتخب الجزائر. للمزيد من التفاصيل تابعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما لا ننسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكتابة تعليق يحفزنا. ننتقل إلى أحداث الموضوع. كشف هيرفي رونار مدرب منتخب فرنسا للسيدات ومدرب المنتخب المغربي ومنتخب السعودية سابقا حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن ترشيحه لتولي منتخب الجزائر خلافا لرحيل جمال بالماضي المحتمل بعد توديعه بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في الكوت ديفوار من دور المجموعات. أكد رونار خلال التصريحات أنه لا زال مرتبطا بعقد مع الاتحاد الفرنسي في ظل ربط اسمه بالقيادة للمنتخب الجزائري لتعويض الرحيل المحتمل للمدرب جمال. ووجه رونالد الشكر للجزائريين بعد اهتمامهم وتداولهم لاسمه كأبرز المرشحين لتدريب محاربي الصحراء. وفي جواب عن سؤال حول إمكانية تدريبه للمنتخب الجزائري أوضح رونالد أنه لا يمكنه أن يعطي تعليق حول هذا السؤال. في سياق متصل كشفت تقارير صحفية جزائرية أن المدرب الجزائري جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قد قدم استقالة من القيادة الفنية لمنتخب الخضر عقب الإقصاء من منافسات كأس أفريقيا في الكوت ديفوار 2023. وأكد الموقع الفرنسي 11 مونديال استقالة بالماضي التي أخبر عنها اللاعبين في غرفة تغيير الملابس، وأوضح كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة للاعبين حيث تبادل أطراف الحديث مع كل واحد منهم وأبرزهم القائد رياض محرز. ما رأيكم في رحيل مدرب المنتخب الجزائري؟ ومن المحتمل
أن يأتي لتدريب المنتخب الجزائري؟ وهل نرى محاربي الصحراء مستقبلا إن شاء الله كما تعودنا عليهم أقوياء أشداء يحاربون في مراتب متقدمة؟ صراحة في هذه المسابقة كانت هناك خيبات كثيرة. الجزائر، موريتانيا، المغرب، مصر، تونس،